السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده هنعمل مع بعض بسلة باللحمة ورز بالشعرية. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجة معايا الحلة على النار فيها المية بتغلي. هنا كانت العين سخنة، كنت مسخن مية، فعشان كده انا بعد الطبق ورا. فانا هنزل باللحمه بتاعتي دي حته دهنه كده عشان تعمل لنا الشوربه. ادي اللحمه بتاعتنا هننزل بيها علشان نسلقها اهي. ننزل باللحمه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بقى تجمع الريم ونشيله علشان ننزل بالبصل والطماطم ورق اللوري والفلفل الاسمر. وبكده حبايبي شلت الريم بتاع اللحمه. دلوقتي انا هنزل عليها بقى انا ضربت في الكبه طماطم والبصل، هنزل بيه كده بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بورق اللوري والفلفل الاسمر ومكعب المرق. وبكده نزلت باللوري والفلفل الاسمر ومكعب المرق، هديهم تقليبه واسيبهم علشان يتسلقوا ونرجع مع بعض نعمل الصلصه او التسبيكه بتاعه البسله. وبكده حبايبي نقلت اللحمه على العين اللي ورا كده اهو. ومعايا هنا الحله اللي انا هعمل فيها البسله، فيها الماده الدهنيه، ونزلت عليها كده بالبصله اهو. انا هخليها تاخد لون ذهبي، بس قبل ما تاخد اللون الذهبي هنزل عليها بالثوم، بس مش دلوقتي، لما البصل بتاعي يدبل. وبكده البصل بتاعي دبل يا حبايب قلبي، هنزل بقى بالثوم. وبكده نزلت بالثوم اهو. اول بقى ما ياخد لون ذهبي هنزل عليها بعصير الطماطم وملح وفلفل فقط لا غير. واللحمه معانا شغاله اهي زي ما انتوا شايفين. وبكده يا حبايبي البصل خد معايا اللون الذهبي اهو زي ما انتوا شايفين. هنزل عليه دلوقتي بقى بعصير الطماطم. وكده نزلت بعصير الطماطم، هنزل عليها بقى بملح وفلفل. احط عليها ملح والفلفل واسيبها تتسبك علشان نشوف البسله بتاعتنا. كده حطيت الملح والفلفل، اغطي عليها ونفرط البسله عقبال ما تتسبك. وغطينا على التغذيه بتاعتنا واللحمه على النار. وادي البسله يا حبايب قلبي اللي كنت جايباها معاكم في فيديو المشتريات هي والجزر. انا هفرطها بقى وهنخرط الجزر عليها ونشوفها مع بعض عقبال ما التسبيكه بتاعتنا تتسبك. وبكده حبايبي صلصه البسله اتسبكت، قصرت وتقلت والزيت بتاعها طلع على الوش. دلوقتي انا هنزل عليها بالبسله اللي انا فرطتها وقطعت عليها الجزر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وبكده حبايبي هشوحها كده البسله بالجزر، هشوحها مع الصلصه بتاعتي وهنزل عليها باللحمه والشوربه بتاعتي. اللحمه بتاعتي استوت، انا قفلت عليها، فدلوقتي هنزل عليها باللحمه والشوربه وهنسيبها تستوي. وبكده حبايبي نزلت باللحمه بتاعتي كلها ونزلنا بالشوربه. دلوقتي هننزل بباقي التوم، انا بنزل بفص التوم ني كده. وبكده نزلت بفص التوم يا حبايب قلبي واديله تقليبه وهسيبها بقى تستوي. وهعمل الرز ونشوف مع بعض بقى الاكل في التقديم. بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي صغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه مع احلى بسله باللحمه ورز بالشعريه. وبكده حبايبي البسله باللحمه بتاعتي جاهزه اهي، قدمناها مع شويه رز بالشعريه ومعانا الشوربه باللحمه المسلوقه. وبكده يكون ده الفيديو بتاعنا وغدانا النهارده. بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي صغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. لغايه ما ارجع لكم فيديو اخر اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب.